أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج حوار في الرياضة. ضيفي لهذا اليوم سيكون ضيفا مميزا، ذلك لأنه المهاجم الخطير الذي يعرف طريق المرمى جيدا، والذي سجل أهدافا يصعب على غيره من المهاجمين تسجيلها، فهو من سجل أهدافا حاسمة وأهدافا صعبة وأهدافا مهمة. فهو من سجل في مرمى أفضل حراس العالم عام 86، ذلك هو الحارس البلجيكي جان ماري فاف. إذن مشاهدينا لابد أن عرفتم هذا الضيف وهذا المهاجم البارع، لكن للتأكيد أكثر فنشاهد هذه اللقطات ثم نعود. إذن مشاهدينا الأكارم، بعد أن تابعنا وإياكم هذه اللقطات لضيفي لهذا اليوم وهو الكابتن أحمد راضي، الآن نرحب بالكابتن أحمد راضي ضيفا عزيزا في قناة الرشيد الفضائية في برنامج حوار في الرياضة. أهلا وسهلا بك. الله يخليك. أهلا وسهلا كابتن. كابتن، لنبدأ من النهاية، أسألك أين هو أحمد راضي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الآن بعد الانتخابات اللي جرت حقيقة موجود وبدون يعني ما عندي أي التزام الآن. كانت هنالك نية للدخول في عمل الاتحاد، لكن تأجلت الانتخابات الاتحاد كرة القدم إلى سنة، والآن بانتظار موعد الانتخابات الجديد إن شاء الله. وأيضا ضمن الكتلة العراقية اللي أنا دخلت بها الانتخابات هنالك بعض الرؤية في الأفق في حالة استلام الوزارات. ممكن إذا كانت وزارة الشباب العراقية ممكن أن نكون هنالك يعني نتسلم مسؤولية هذه الوزارة إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن، يعني بدأت الآن بالحديث والتعريف عن مهامك الأخيرة في مجال السياسة، وطبعا تركنا مجال الرياضة، لكن أرجع بالتساؤل باعتبارك يعني كنت رئيسا لهيئة شباب الرياضة في البرلمان العراقي السابق، ما الذي قدم أحمد راضي وهذه الهيئة للمجال الرياضة خلال الفترة المنصرمة؟ طبعا لا شك الأكثر الأخوان والمشاهدين يعني عندهم معلومات قليلة عن عمل البرلمان. حقيقة هو عمل برلمان تشريعي رقابي، يعني في هذه الحالة يعني دائما ما تحتاج الرياضة اليوم هو العمل التنفيذي والبناء وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الرياضية. الحقيقة احنا كنا مكبلين فقط في أنه كيف نخرج بآليات قانونية لغرض مساعدة مثلا وزارة الشباب أو المؤسسات الرياضية بقوانين، لكن الحقيقة كنا دائما ما نصطدم بعوائق هذه الأمور بسبب الفوضى اللي كانت موجودة في مجلس النواب السابق والصراع السياسي بين الكتل السياسية. عطل كثير من الأمور والمشاريع اللي كنا نبغي من خلالها تطوير العمل الرياضي وخدمة الرياضيين. لكن كعمل بالنسبة لي شخصيا يعني في رئاستي، مع أنه أنا حقيقة جيت في منتصف الدورة السابقة لمدة 2 سنين فقط، بعد ما استلمت ومضت حوالي 8 شهور بعد ما استلمت رئاسة اللجنة. يعني أوقفنا كثير من المشاريع اللي كانت هي ضد الرياضة، بعض التدخلات السياسية وبعض السياسيين اللي كانوا يرمون في دخول العملية الرياضية وقفنا أمامهم. تنظيم العملية انتخابات اللجنة الأولمبية كنا مشرفين على هذه الأمور والضوابط والأنظمة اللي وضعت. أنا بيدي كنت أكتبها مع مجموعة من في لجنة تمثلت بمجلس الوزراء ووزارة الشباب وأيضا اللجنة الأولمبية. يعني كل هذه الأمور تقريبا كان عملنا تنظيمي، ما عندنا أي قدرة لدعم الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأولمبية. كنا نطالب أيضا برفع ميزانية وزارة الشباب، لكن الحقيقة تفاجأنا بأنه كل ما قدمناه كان يرفض لأسباب سياسية ولأسباب يعني لا تتعلق
جوهر العمل البرلماني، لكن كانت هنالك يعني عوائق يضعها الآخرين. نعم. كابتن أحمد، يعني باعتبارك أحد أبرز وألمع نجوم الفترة الذهبية للكرة العراقية، كيف تنظر إلى واقع الكرة العراقية على وجه الخصوص في هذه الفترة وإلى واقع الرياضة بصورة عامة؟ طبعا بالمناسبة اليوم أعتقد أنه أسوأ حالات الرياضة العراقية يمر بها العراق الآن لأسباب كثيرة. أولا يعني اليوم احنا لحد هذه اللحظة ما عندنا منشآت رياضية، ولا أصلا تم ترميم هذا الموجود، أو كانت هنالك فكرة لبناء يعني منشآت رياضية جديدة للأندية وللمراكز الشباب والاتحادات. كل هذه الأمور يعني غابت عن الوضع الرياضي. ثانيا الوضع الكروي الآن، لما تريد يعني مثلا الإنجازات للمنتخبات ويكون هنالك يعني صورة مشرقة لكرة القدم العراقية، يجب أن تكون هنالك دوري قوي، دوري فيه أندية قوية، فيه منافسة منظم. هنالك كثير من العوائق اللي خلت هذا الدوري ضعيف جدا. أولا ضعف الدعم المادي بالنسبة للأندية، الوضع الأمني تأثر بعملية تنظيم الدوري، يعني بدل ما دوري يلعب الفريق ذهاب وإياب صار على مجموعات. نعم. طبعا هذا كله يعني يضعف من وضع الدوري ويفقد خاصيته أيضا. خاصيته نعم. هذا الوضع الحقيقة هو اليوم اللي ماشي. اليوم كان مفروض أنه الدولة تهتم، ووزارة الشباب كانت تهتم بموضوع المنشآت ودعم الأندية، يعني ينطون للنادي حوالي، اليوم دا اسمع خبر أن وزير الشباب يقول أنه هذه السنة راح يكون دعم الأندية 30 مليون. 30 مليون يعني لا يساوي عقد لاعب واحد. لا يساوي عقد لاعب واحد. يعني كيف راح يرتب أمره هذا النادي؟ يعني ومين راح يجيب اللاعبين ومين راح يجيب الرواتب؟ يعني كل هذه الأمور يعني شلون يفكرون بها وزارة الشباب؟ كيف تفكر بهذا الموضوع؟ كابتن، لو نتحدث بهذه التفاصيل والخصوصيات اللي تخص الدوري وتخص الأندية، يعني يمكن احنا نلاحظ انه اغلب الأندية المشاركة في الدوري الحالي هي أندية مؤسسات، وبالتالي فالمؤسسة اللي مرتبط بها النادي لها من ضمن الميزانية العامة اللي تخصص لتلك الوزارة او هذه. يعني ألا تعتقد انه من مسؤولية الوزارات دعم الأندية بالشكل اللي يجعله أن تكون بمستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة اللي تنافس بها هذه الأندية؟ طبعا هي مو كل الأندية، يعني يمكن حوالي مثل 8 أندية أو يعني إلى 10 أندية هي اللي مؤسساتية، والباقي غير. يعني مثلا نادي كربلاء اليوم وضع تعبان، نادي ديالى وضع تعبان، نادي الديوانية وضع تعبان. أيضا هنا مرتبط بالمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم. نعم. المشكلة أنه التخصيصات المالية في المحافظات، نعم هنالك تخصيصات للجان الرياضية، لكن لا يوجد تخصيصات لبناء منشآت رياضية، لا يوجد تخصيص مثلا للعقود اللاعبين، لا يوجد تخصيص مثلا لرواتب الأندية ودعمها مؤسساتها. هنالك لنشاطات، دعم لنشاطات. وأنا حقيقة كان عندي مشروع قانون ربط الأندية المؤسساتية بأنديتها بحيث ينظم بقانون، يعني مو مزاجية الوزير يقول انطوهم أو لا تنطوهم. نعم. وهذا ما حصل مع بعض الأندية. نعم. كان أكو وزراء مدوا إيدهم بشكل جيد للأندية، وأكو وزراء يعني ما كان عندهم أي اهتمام. فباعتقادي أنه هذه العملية يجب أن تنظم. كان أنا مشروعي أنه كل محافظة يخصص مبلغ $1 مليار لكل نادي، تختار المحافظة ناديين في المحافظة، وأيضا الأندية المؤسساتية الوزارة تخصص $1 مليار لكل نادي سنويا. نعم. تتجزئ الهياك كل كل ربع مليار ل3 أشهر. بذلك يعني تكون نهضة كروية بالنسبة أو نهضة رياضية للأندية، تقدر من خلالها تمشي أمورها إلى أن مثلا في المستقبل ممكن أنه الوضع الأمني يصير أفضل، الأندية تبدي تستثمر مواقعها، تبدي تستثمر الدريس من خلال الإعلانات، من خلال الشركات الراعية. نعم. سبقتني بالحديث عن الاستثمار والحديث متواصل عن الدوري والأندية تحديدا، لكن نواصل كلامنا بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا إلى فاصل ثم نعود.
احمد راضي تقدم ويضرب واحمد راضي يخلي يضرب وممتاز احمد ومره جول الهدف الثاني للفريق العراقي.